مساك فل يا مالك. مساء الفل يا ضاحي. مؤاخذة. ايه في حاجة تاني؟ لا بس انا اليومين دول ماشي خفيف خفيف عشان في الجهاد. طب خلي بالك عشان يكون في حاجة ولا تقعد عليها. لا مفيش حاجة بطمن. خير يا مالك؟ أنا عايزك يا ضاحي. شقاوة؟ أنت تعرف حاجة غير الشقاوة؟ وحتى لو اعرف حاجة غير الشقاوة ما كنتش عملتها. طب اسمعني بقى كويس. عينيا. دلوقتي نيلي وشريهان ظهروا في المرسم النهارده مع بنداري. والله العظيم؟ نيلي وشريهان؟ أيوه. وهيعملوا الفوازير السنة دي ولا ايه النظام؟ فوازير إيه؟ نيلي وشريهان مين؟ نيلي وشريهان أحفاد مكاوي. مكاوي مين؟ ما أنت لو تخلص وتسمع الكلام هتفهم الحكاية. أوامرك يا مالك. مكاوي ده كان صاحبي وشريكي وفي الآخر غدر بيا وسرقني. هو في حد يقدر يسرقك يا مالك؟ مش ده موضوعنا. امال موضوعنا ايه؟ موضوعنا ان مكاوي ده كان عنده فلوس كتير قوي. وطبعا فلوسي في وسطيهم. ولما مات الفلوس اختفت محدش يعرف راحت فين. وكل واحد له قرشين بدأ يدور بطريقته. وظهور نيلي وشريهان احفاده دول معناها انهم لقوا سكه على الفلوس دي. فهمتك. يعني انت عايزني اخلص على نيلي وشريهان قبل ما يوصلوا من الفلوس. الله يخرب بيت غباوتك. ولما تخلص عليهم انا هستفيد ايه؟ صحيح. انا عايزك تحط عينك عليهم، تراقبهم ال 24 ساعه، تعرف هم ساكنين فين، بيروحوا فين وبيجوا منين وبياكلوا ايه ويشربوا ايه، وكل معلومه تعرفها تيجي تبلغها لي. خلاص استبينا. بس الاول نتفق على عرقي. سامعك قول. عمليه زي دي ما اخدش فيها اقل من 100,000 هايف. لم لعب الاطفال بتاعتك دي وقوم روح يلا. خلاص 80,000 هايف. والله ما لقيت اهيف منك. اخر كلام 50,000 هايف. 50 ليه؟ وانا مأجر جيمس بوند؟ لا مأجر ضاحي، وسعادتك عارف مين هو ضاحي. ما انا عشان عارف مين هو ضاحي مفيش اكتر من 5000 جنيه، قلت ايه؟ وانا مش هكسر ال 5000 جنيه دول معاك يا ملك. ده انا خطفت لك ابن شريكك ب 4000 جنيه، وسرقت لك ورق الارض بتاع الصحراوي ب 3000 جنيه، وشلت لك عربيه البطاطا اللي تحت المكتب عشان تعرف تركن، وخدت في الاخر كوزين ذره. هم 5، قلت ايه؟ 5 مش هكسر كلمتك يا ملك، بس اللي انت قالت عليك. تجيب لي فواتير بيها وانا حاسبك. استبينا. استهجز انا بقى. ايه راح فين؟ هروح اراقب نيلي وشريهان. طب مؤاخذه يعني انت تعرف شكلهم؟ لا. تعرف هم ساكنين فين؟ لا. تعرف توصل لهم ازاي؟ لا. لا اتلقك يا اخي، كله لا. امال رايح تعمل ايه؟ صحيح فاتتني دي. وعشان فاتتك دي هم 3 بواكب مفيش غيرهم. بس خلاص هنا. يلا انزلوا انتوا بقى عشان كنت عايزه اتكلم مع سيف في حاجه. ماشي يلا شوش. يلا. خلاص يا صاحبي على اتفاقنا، تسيب لي مفتاح العربيه وتيجي تاخدها بعد يومين ان شاء الله. انا ما بديش عربيه لحد انا اصلا. ايه ده ايه يا عم، احنا مش صحاب ولا ايه؟ هو صاحب ليه عند صاحبه ايه؟ يا عم صاحبك ايه ما اعرفش عنده ايه، انا اول مره اشوفك النهارده. هو انت ما بتؤمنش بالصحوبيه من اول نظره؟ انت عايز مني ايه؟ انا عايزك في الخير كمان، ده انت ليه الادب قوي على فكره. خدت بالك بقى بيقول ايه؟ خلاص يا هاني، احنا مش شاكرين قوي والله يا اخ سيف على التوصيله الجميله دي. يعني احنا ما كناش عارفين هنركب مواصلات ايه، ده الاخوات ما بيعملوش مع بعض كده يا جدع. شكرا. ربنا يا رب يكرمك ويديك الصحه يا رب ويعلي مراتبك، قادر يا كريم يا رب. مراتبك ايه؟ مراتبك بقول لك مراتبك، يعني ان شاء الله يعني يقلب لك العربيه دي جيب. يا عربيتي انا متشكر قوي. شكرا. خلاص خلصتوا التسول؟ يلا اتفضلوا عشان قلت لكم عايزه اتكلم معاه في حاجه وهجيلكم. طب ما تتاخريش. اوكي. يلا يا شوش. نيلي كنت عايزاني في ايه؟ يلا اطلع بسرعه. ايه ده، نطلع في حته ضلمه؟ اطلع بسرعه هفهمك بعدين. يلا اطلع بسرعه. يلا. حاضر. نيلي هو انت جعانه قوي كده؟ معلش سوري، انت مش فاهم، انا ما باكلش عندهم خالص، بياكلوا حاجات غريبه. عارف النهارده كانوا هياكلوا ايه؟ ايه؟ بطاطس في الملوخيه. مفيش حاجه اسمها كده اصلا. والله العظيم اي سوير، بطاطس مقطعينها كيوبس كده وحاطينها في الميه الاخضر بتاعت الملوخيه. لا ما هي دي مش بطاطس، والماء الاخضر دي مش ملوخيه، ده قلقاس في السلق اللي هي الماء الاخضر. ايه السلق ده؟ السلق ده نبات الستات بتحطه في الهون ويدقوه جامد لغايه ما يبقى لازج. اول ما يبقى لازج قوي. طب خلاص ما تقوليش، عشان لو في يوم من الايام ما كانش قدامي غيره اعرف اكله. حل ام سوري. حاضر. مرادف افكار مختلطه راسي.
سيف انت كويس؟ كويس ايه؟ معايا بنادول لو عايز. ليه بنادول ليه؟ مش انت قلت دلوقتي افكار مختلطه في راسك؟ لا مش رأسي اللي هي رأسي، ولا رأسي عشان عارف دماغك بتروح فين. رأسي يعني بالطول، الكلمة بالطول رأسي. أفقي بالعرض، يبقى الكلمة بالعرض. vertical و horizontal يعني. فهمت. اوكي. أفكار مختلطة. أفكار مختلطة. ايوه فين السؤال؟ مفيش سؤال، أنا هجاوب. أنا هجاوب. اوكي. خواطر. أفكار مختلطة، خواطر. خواطر بالظبط. جمع دب. دباديب. ايوه. في اللغة العربية اسمها دببة. دباديب دي في حفلة لتامر، وتامر عاشور مش حسني. اوكي ظريف. عكس يشتري. ما يشتريش. يا سلام. ايوه طبعا. عكس يشتري يبيع. وما يشتريش. اوكي وما يشتريش، بس وما يشتريش عدد الحروف بتاعتها مش قد المربعات اللي عندنا، فيبيع. ايوه بس لو كانت تكفي لعدد المربعات كانت تنفع. قولي الكلام بقى ده لجده مش ليا. اوكي بس ما تقاوحش معايا. ابن الابن. ايوه انا عارفه دي. اعز الابن. اعز الابن ايه؟ اعز الابن ابن الابن. اسمها اعز الولد ولد الولد. whatever. لا دي ما فيهاش whatever، دي معروفه، دي اقوال متوارثه. وبعدين بصي ما تتكلميش. مش انت اللي بتسأل؟ انا ما بسألش، انا بفكر بصوت عالي. طيب خلاص حل بقى. يبقى قلنا ابن الابن، كيل حفيد، لاعب ارجنتيني مشهور. ميسي. ميسي ازاي؟ العدد ده مكتوب سنة 85، يعني ميسي ما كانش موجود في الدنيا اصلا، ما كانش اتولد. صح. اوكي انا مش هتكلم خالص يا بقى ريت بجد. يا ريت. حرف جر في حكاية، قصة، سارق السفن، قرصان. قرصان. يبقى في قصة حفيد القرصان. الحل في قصة حفيد القرصان. لا طبعا اكيد مش هنسافر، الحل عند جوني ديب. جوني ديب ايه؟ ايه علاقة جدك بجوني ديب؟ هو كان شافه؟ مش انت بتقول قرصان؟ جوني ديب كان طالع قرصان في الفيلم. ايوه ايه العلاقة؟ هو مفيش قرصان غير جوني ديب؟ هو ده القرصان اللي انا اعرفه في حياتي بقى. طب هنلاقي فين حفيد القرصان ده؟ احنا ممكن لو دورنا هنا في المجلة. حفيد القرصان، حفيد القرصان، اهو حفيد القرصان. يس. برافو 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 عليا بجد. ام جينيوس وما احتجتش للفلوته اللي اسمها شريهان دي. على فكرة انا اللي حليتها. ايوه ساعدتني يعني. اوكي استنى بقى عشان اقرا. انهم ليسوا معنا. انهم ليسوا معنا، انهم عاملين شعرهم ليسوا معنا. سيف اتفضل اقراها كده. انهم ليسوا معنا. يعني ايه ليسوا بقى؟ طب مش هقول لك ليسوا يعني ايه غير ما تقولي لي يعني ايه ليسوا. ليسوا جروب اوف بيبل اسمهم ليسوا، ناس اسمها ليسوا. هو انت بتبرري اي حاجة؟ قصة خيالية، ناس كاتبة حاجات. بصي انا هقرا القصة، انا لما اقراها وهفهمك. اوكي؟ اوكي. يا ما هذا المكان القديم، اريد ان ارجع الى بيتي حقا حسنا. بص يا ستي. كان يا مكان كان في ولد يبقى حفيد قرصان. القرصان ده كان عنده كنز كبير، فالولد بقى حفيده كان بيدور على كنزه. سيف الجاكيت ده كنزو. واو. والله الجاكيت اللي انت لابساه كنزو. ايه العلاقه بالجاكيت اللي انت لابساه كنزو باللي انا بقوله دوت؟ سيف ما تزعقش، احنا ان بابليك. انت اللي بتنرفزيني، ما تنرفزنيش. انا قلت لك اول حاجه جت في دماغي. ما تقوليش حاجه تيجي في دماغك دلوقتي، خلينا نخلص. واضح ان انا مش هعرف احل اللغز. نكلم حد بقى يساعدنا، نكلم عم بندق. كان البندق نفع نفسه، ده راجل متخلف. نيلي مفيش حد تاني في عيلتكم ينفع نساله؟ مفيش غير بابي، بس بكلمه طول اليوم في السجن، موبايله مقفول. طيب انا عندي فكره. مش انتوا عندكم شركه شحن؟ اه. في مركب عندكم اسمها البطه الشقيه؟ سيف
ايه؟ احنا شركة شحن كبيرة قوي ومحترمة. اكيد مش هيبقى عندنا مركب اسمها البطة الشقية. احنا عندنا 3 مراكب، الدلوعة، فلافيلو، واللي غرقت دي كان اسمها الذبابة الملعونة. إيه، الدلوعه وفلافيلو دول مش اللي هما بيبقوا في المظلات اللفه ب 2 جنيه، اللي هي جنب الاتوبيس النهري دي تلاقي واحده متسوله قاعده في المركب وشاكاه حكاه، صح؟ سيف بص عشان ما نتخانقش، انا زهقت خلاص وعايزة امشي. انا كمان تعبت بصراحه. طب خلاص تعالي نمشي دلوقتي والصبح نيجي فريش نكمل، عشان انا كمان دماغي وجعتني. صح عندك حق. بس انا مش عايزة اروح البيت عند صباح وشيرين واقعد في بيتهم، انت مش فاهم بيتهم عامل ازاي. طب ابات فين؟ تعالي باتي عندي. نعم. اعتبريني ما قلتش حاجه. انا اسف. بس انا نو واي اروح ابيت عندهم. انا هكلم اصحابي كلهم حد دلوقتي اتذلل لهم عشان اروح ابيت عندهم. بس انا مش عارفه ليه حاسه ان الناس عندهم حاجه مهمه. انا مش عارفه هي سايبانا الست دي نعمل بيها ايه بقى؟ ودي بتاكل زينا ولا بتتسقي زي الزرع؟ انا مش فاهمه. اقطع دراعي، ما كانتش البت دي خدت المجله وخلعت بيها وراحت تدور على الفلوس وهتحلق لكم كلكم. تحلق لنا ازاي بس؟ لا طبعا، تلاقيها راحت تجيب حاجه وجايه، اكيد يعني مش هتهرب وتسيب الست دي هنا. تجيب ايه؟ انت اصلك هبله يا بنتي. زمانها دلوقتي عرفت مكان الفلوس وقاعده بتعد فيها هي والمحروس اللي معاها بتاع الكيه ده. هاي شيرين حبيبتي، عامله ايه؟ وحشتيني قوي. بصي انا جبت لك معايا ايه؟ الله، الشبح الكبير. شفت بقى ظلمتها، كانت بتجيب لي الشبح. سبحان الله، لسه بقول لهم اكيد استاذه نيلي اتاخرت عشان بتجيب الشبح. ياض انت مش لسه قايل يمكن تبقى خلعت بالمجال؟ ايه يا بنتي اللي ايه ده؟ طب تصدقي انت يا ست الكل ان انا اقول حاجه زي كده؟ اصدق عادي جدا. ايه ده؟ ما كانش العشم خالص. طب تعالي شوفي ستك اللي ما كلتش حاجه من الصبح دي. عملت لها سندوتش ما كلتش، عملت لها شوربه ما شربتش، حطيت لها فول ما فولتش، جبت لها ذره ولب خشابي ما ازازتش. وقعدناها على المقشه ما طارتش. ممكن تكون كانت مش جعانه، بس هي بتاكل اي حاجه عادي. طيب اقوم احضر العشاء زمانها جاعت. اعملي لي سوشي. ايه؟ عارفاه، مش ده العدس ابو جبه؟ ايه ده انا في كده. وانا خالتي اعملي لي بقى بفتيك وشعريه بالسكر. وانت ايه؟ حد قال لك ان انا يا روح امك فاتحاها سبيل؟ ما تقوم يا واد تهز كتافك وتغور من هنا، الوقت اتاخر. مش شايفنا نسوان لوحدينا؟ ده احنا نخاف على سمعتنا. حلوه سمعتنا دي. انت هتتريق؟ طب قوم. في ايه؟ قوم يا روح امك. طب هاكل لقمه قوم يا وريني عرض كتافك يلا. طب سندوتش في السريع. سندوتش في عينك، حد قال لك ان انا بربي عجول؟ طب انا ما خدتش سمعدان. غور من هنا كتجدايه. شوشو ارنلك تكلميني. انت جايبه لنا من ايديا دايما كده على بطنه كتكنيله في تنقيتك. خلاص يلا يا عبلامين، يلا يا حلوه تعالي ورايا عشان تقولي لي اللي انت طالباه ده العدس ابو جبه بيتعمل ازاي. تعالي. الشبح خدي عينك فيه. هاتي المجله بقى عشان احل الكلمات المتقاطعه. على فكره انا اوريدي حليت الكلمات المتقاطعه. حليتي الكلمات المتقاطعه؟ يعني انت ما رحتيش تجيبي حاجه بقى زي ما قلتي؟ لا والله، بس انا كنت قاعده في العربيه زهقانه يعني، وانت عارفه سيف بيفضل ساكت فقلت اتسلى. طب هاتي المجله. انا طلعت المسج اللي في الكلمات المتقاطعه ولقيت ان الحل في ستوري في المجله اسمها حفيد القرصان، وقعدت انا وسيف for like an hour بنحاول نفهم اي حاجه ما فهمناش. قعدتوا فين بقى؟ قعدنا في العربيه، كان في اشاره زحمه قوي فكنا بنتسلى. في ايه يا شريهان؟ ماشي انا تقريبا فهمت. فعلا بالسرعه دي؟ طب تصدقي بقى مش هقولك انا فهمت ايه. لا بليز قولي لي. لا بقولك بليز. هقولك ايه تاني؟ قولي لي لو سمحتي. لو سمحتي. ماشي. فلايت كان اداني فلاشيه. فلايت؟ ما هو مستر منير اسمه مستر فلايت عشان هو لا مؤاخذه. اوكي فهمت.
المهم الفلاشايه دي كان فيها الصور بتاعت المخزن بتاع مينا بورسعيد. العمال بقى كانوا بيجردوا المخزن فصوروه عشان يحطوا الصور دي في الملف بتاع المخزن. كان في بقى تقريبا حاويات هي نفس الحاويات اللي هنا دي وعليها شعار الشركه. تقريبا ولا اكيد؟ اكيد تقريبا. انت متخلفه بقى. طب وهنروح بعيد ليه؟ ما انا معايا الفلاشايه في السلسله. بقولك ايه، اعملي حسابك هصحيكي الصبح بدري. طيب اوكي، انا هدخل انام بقى عشان هصحى بدري. جود نايت. انت من اهلي. يا نيلي اصحي يا نيلي، الواد هاني جاي دلوقتي. يوه البت دي متعبه هتغلبني. بقول لك ايه يا حاجه، نيلي صحيت؟ روحي اعملي لي شاي. شاي؟ طب ماشي هعمل لك شاي. نيلي صحيت؟ نيلي بخ. مش عارفه انت جدتنا ليه بقلطتك دي. نيلي اصحي يا نيلي، يلا يا نيلي، الواد هاني زمانه تحت بالعربيه. يا بنتي شفت؟ هربت بنتي وقتها. عشان لما اقول لك كلمه تبقى اسمعيها. انا من الاول قلت لك البت دي مش تمام وشكلها تاخد الفلوس وتخلع بيها. مش انت اللي قلت لي قبل كده دي بنت ناس ومستحيل تعمل كده؟ ده امتى ده؟ انت هتستعبط يلا. طب يلا عشان العربيه مستنيانا. والله ما كان له اي لازمه ان احنا ناخد عربيه مخصوص، هو احنا لاقيين الفلوس؟ يا بنتي ده سواق لقطه، اصلا قفشته كان بيتخانق مع ناس فسلكته من الخناقه وقلت له على المشوار وريحني في الساعه. طيب ماشي. صباح الفل يا اسطى. صباح الفل يا باشا. يلا بينا. يلا بينا على فين؟ ايه ده؟ ما انا قايل لك بورسعيد. لا مؤاخذة يا باشا، معلش انا اسف نسيت. توكلنا على الله. تحب تاكل دلوقتي؟ شكرا. ساندوتشز حلوه قوي. مش عايز. في ايه يا سيف؟ انت متضايق من حاجه؟ طبعا متضايق. يعني ايه ننزل من غير شريان؟ على فكره هي لها في الكنز زي مليكي بالظبط، ماشي؟ لان هو جدها زي ما هو جدك، ولا انت عايزه تاكلي حقها؟ ممكن مالكش دعوه بالموضوع ده؟ اوكي. الراجل نسي يحط لي شوجر. ايه على السخافه. عندك تيشوز عشان بنطلوني باظ؟ انت بتعملي ايه في العربيه بتاعتي؟ قاعده تفعكشي فيها وتنكشي فيها، العشوائيه دي بتوترني. سوري. مفيش حاجه. تسمعي مزيكا؟ اوكي. سيف. نعم. انا مش عارفه اشكرك ازاي على الحاجات الحلوه اللي انت بتعملها معايا. انا مبسوطه قوي ان انا عرفتك بجد. فعلا انت من الناس الجنتل اللي انا مبسوطه انهم في حياتي. انا اللي مبسوط ان انا عرفتك، وبعدين انا ما عملتش حاجه. ده انت يعني تأمري اطلبي. ممكن بليز نغير الميوزك القرف اللي احنا بنسمعها دي؟ مش عاجباكي؟ خلاص ممكن اشغلك موتسارت ولا بيتهوفن. بيتهوفن ايه يا حبيبي؟ انت خارج مع جدتك. حبيبي جدتك مش هنشغل حاجه اهو. عندك اوكسيلري؟ خدي ايه واكس اهي، مش زرقاء. Bang bang into the room. I know you want it. Bang bang all over you. Unless you have it. Wait a minute, let me take you back. You need a bad boy to blow your mind. I came in like a wrecking ball. I never hit so hard in love. Break me. This is the ice cold Michelle fight for that white coat. Hello from the other side. ايه؟ حامي نفسك شويه.
قاعده تتفتحي وتسقفي في ايه؟ مش عارف اسوق منك، موتراني. انا متوتر مش هعرف اسوق. اعمل بيك حادثه، اخش بيكي في عمود. سوري. مفيش حاجه. تاكلي كيكه؟ اوكي. انا جايب 2، واحده ليكي وواحده ليه. انا مش بحب دي عشان مش حلوه. مش حلوه ليه؟ بيبوظ كريم كده وانا بحب بالشوكليت. طب ما هي بتبوظ شوكليت. خلاص. يعني المخزن اللي جوه المينا ده هنخش هنلاقي جواه الفلوس؟ ممكن، وممكن نلاقي عدد تاني ولغز جديد. لغز جديد؟ طب افرضي ان شاء الله ما عرفناش نحل اللغز الجديد، يبقى كده خلاص الفلوس راحت علينا؟ بعدين يا هاني، بعدين نتكلم في الموضوع ده خلاص. لا، ايه حكايه اللغز ده يا باشا؟ ايه ده؟ انت مالك انت يا اسطى؟ بنتكلم في مواضيع شخصيه. باشا انت حامي علينا ليه كده يعني؟ المسافه طويله دي بنكسرها. الله، خد عفر يا باشا، خد عفر. تسلم ايدك. موضوع اللغز ده ايه؟ طب بتخوفني ليه؟ مفيش يا سيدي، جد المدام عقبال امالتك سايب لها فلوس زي الرز. فلوس زي الرز؟ بس لازم تحل اللغز. بس لازم تحل اللغز. بحبك يا ستموني مهما الناس لموني. والله عددك يا باشا مش ماشي بالله. كامل يا باشا. وبعدين وايه اللي وبعدين؟ ما تخليك في حالك يا اسطى، قلت لك دي مواضيع شخصيه. مواضيع شخصيه يا باشا؟ احنا يعني بنكسر مسافه الطريق. الله، دينا بندردش يعني. خد طري على قلبك يا باشا، خد. اتفضل يا باشا. سوري لا مؤاخذه. تسلم ايدك، تسلم ايدك. يا اسطى الطريق فاضي. انا افتكرته مليان. انا اسف يا باشا والله. السواق ده مجنون. راجل حلوف قوي. كمل يا باشا. وبعدين؟ مفيش يا سيدي. اصلا انت عارف مجلات ميكي جيب اللي هي بتاعت العيال الصغيره دي؟ هو حد ما يعرفش ميكي جيب بتاعت العيال الصغيره دي؟ اهو جد المدام بقى هو اللي كان بيكتب المجلات دي. والله العظيم. والله جد المدام هو اللي كان بيكتب المجلات ديت. والله وانا بشبه من بدري والله العظيم. يا اهلا وسهلا يا الف اهلا. انا حظ من السما والله ان انتوا جيتوا معايا. الله يكرمك، الله يكرمك. نمرهم بقى وعمل ايه؟ ساب لهم بدل الفلوس مجله. ساب لهم بدل الفلوس مجله؟ جرأة يا هاني، هو السواق ده معرفه ولا حاجه؟ معرفه منين؟ انا اول مره اشوف. امال شايفاك العشم واكلك وعمال ترغي وتلت معاه ليه ده؟ ما تفهميش، سبحان الله قلبي كده اتفتح له اكني اعرفه من زمان. وبعدين انت قلقانه من ايه؟ هنشوفه فين ده تاني اصلا؟ وانا يا باشا والله يا قلبي اتفتح لك كده لله في لله. كمل يا باشا. بعد ما ساب لهم المجله حصل ايه؟ يا عمو بتقلقني كده ليه؟ ما انا كنت بحكي لك عادي، وبعدين قلت لك دي مواضيع زفت شخصيه، خليك في حالك يا باشا. يعني ادينا بنكسر المسافه. الله، والله انت بتنرفز شكلك عشان جعان. طب خد يا باشا افطر. انت شكلك ما اكلتش لحم بطنك. تسلم ايدك. بس لا ما يصحش عندي اكيد فطارك برضه. لا مفيش مشكله، بجيب انا من اونزران. موضوع المجله ده ايه؟ انا اقول لك. تقريبا هي دي البوابه. انزل بسرعه شويه. ايه في ايه؟ هموت وادخل التواليت. انت مش لسه داخله الحمام من 3 دقايق وانا واخد معايا بنت اختي سندباد؟ سيف، متعليش صوتك عليا. انت ازاي بقيت تتعصب عليا كتير قوي كده؟ انا اسف بس معلش، اصلي ما اعرفش، تقريبا في حاجه في شخصيتي بتخليني اتعصب فجاه وما اعرفش ليه. ما تزعليش مني، دي تركيبه. مايند. السلام عليكم. هاي. وعليكم السلام. رايحين فين يا استاذ انت وهي؟ رايحين فين يعني ايه؟ داخلين. داخلين فين؟ هي وكاله من غير بواب؟ داخلين جوه المينا. ما انا عارف ان انتوا داخلين جوه المينا، يعني داخلين مول، داخلين تعملوا ايه؟ داخلين التواليت. هتهزري؟ انا مش بهزر. بص انا عندي مخزن جوه بتاع بابي، وغير كده انا عايزه ادخل التواليت. بابي مين؟ بابي عبد الله. عبد الله مين؟ ما في 100 عبد الله جوه. عبد الله مكاوي، صاحب مكاوي جروب. ممكن تسيبني ادخل؟ ما ينفعش تدخلوا. اولا لازم يبقى معاكم تصريح، ثانيا المخزن ده محجوز عليه، يعني مش هينفع تدخلوا اصلا. على فكره لو ما دخلتناش الموضوع مش هيعدي على خير خالص. بتهدديني؟ طب اتفضلوا بقى. يعني مش همك؟ ما يهمنيش حاجه طول ما انا بنفذ القانون. طب لو سمحت من فضلك، لو سمحت ممكن ادخل التواليت؟ لا. طب تصدق بقى ان انا هدخل التواليت؟ وريني هتمنعني ازاي. ما ينفعش يا استاذه، ما تخلينيش استخدم معاك العنف. اتجننت انت ازاي تمسكها كده؟ ده لو هديكوا في 60 داهيه. تودي مين ياض في 60 داهيه؟ انا اسف، انا عندي تركيبه شخصيه كده معينه، بضعف جدا وما بعرفش وبنفعل في اوقات المفروض. قولي له. ايوه فعلا هو عنده مشكله في شخصيته، بيطلع وينزل كده. معلش سوري، سيبك منه. بص انا عارفه ان انت بتشوف شغلك، خلاص احنا مش عايزين ندخل المخزن، بس من فضلك انسانيه
انسانيا خليني ادخل التواليت. مش هينفع يعني مش هينفع. مش هينفع ازاي؟ لو سمحت دخلني يا التواليت. تلبسها، عارف لو لابس. انا اسف مش لسه كنت بقول لك انا بنفعل فجأة. ايوه فعلا هو بينفعل. لو سمحت دي حاجه بس لربنا، لو سمحت خليني ادخل. قلت مش هينفع. استنى يا باشا، دول ارهابيين، اوعى تخليهم يخشوا. شفت صورهم في التلفزيون. مظبوط يا باشا، ده دكتور سعيد حساسين كان لسه مستضيفهم وقال ان هم هيفجروا المينا بالارهاب البديل. اكيد مش هيصدقوكي، انت غبيه قوي، لان مفيش ارهابيه بنت وكمان بلاد ولبس. حضرتك يعني ده ستايل ارهابي يعني؟ ايه ارهابي ده؟ اروح افجر مساطر وكشاكيل؟ ده حاجه غريبه جدا. يعني حضرتك عايزه تفهميني ان جدو ميكي ساب لماما ميمي لغز ميكي؟ ايوه والله العظيم هو ده اللي حصل. وبندق بعدها خدكوا وداكوا المرسم عشان تحلوا اللغز الجديد؟ اكزاكتلي. وانتوا بقى حليتوا اللغز ورايحين تجيبوا الكنز. اهو شفتي قال كنز زي ما انا بقول لك. انا مش فاهمه ايه موضوع الكنز ده. هي فلوس عادي حضرتك، فلوس ورث يعني. فلوس. معلش انا اسف، خديني على قد عقلي يعني، معلش اصلا انا اوفر شويه. طيب انتوا رايحين تقتحموا ميناء بورسعيد، ليه مثلا ما خدتوش راي حد مهم؟ عم دهب مثلا. ايوه انا نسيت اقول لحضرتك، عم دهب كان شريك جدو ميكي، بس بندق قال لنا ما نقولوش عشان هو راجل يعني مش مظبط. طيب ليه ما خدتوش مثلا راي حد ثقه؟ يعني مثلا الجده بطه، مخترع عظيم زي عبقريني. بطوط، وانا عارف ان هو في مقام خالكم. مش انتوا سوسو لولو؟ لا عارف ماهر اللي بيركب مازنجر؟ يبقى ابن عمي انا وهو كده. Are you joking guys؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ انا قلت لك محدش هيصدقنا. مش هيصدقنا ليه؟ احنا جايين نلعب يعني استنوا بقى اسمعوني، انتوا قانونا ما عليكوش اي حاجه وتقدروا تروحوا، بس يعني الحق يتقال، انا المفروض احولكم لمستشفى الامراض العقليه، بس بما انكم يعني شكلكم كده محترمين وولاد ناس انا هسيبكم تروحوا، بس يعني نصيحه روحوا اكشفوا احسن. طب ممكن معلش اطلب من حضرتك طلب؟ طبعا. ممكن ادخل التواليت بتاعك؟ تدخلي الحمام اللي تحت؟ ما انا فعلا كنت داخله الحمام اللي تحت، بس الريحه رهيبه واصله لغايه الطرقه. اول ما دخلت حسيت ان انا بدوخ وهرجع، فما قدرتش. سالت العسكري على تواليت تاني، قال لي في تواليت عند حضرتك او اتصرف في الجنينه. فما فهمتش يعني ايه علاقتي بالجنينه، ابيعها لكم دلوقتي ولا ايه؟ مش فاهمه يعني. فبستاذن حضرتك ادخل التواليت بتاعك لو سمحت. وخصوصا ان في الحمام اللي تحت في رسومات مش لطيفه، طبعا عيب وما يصحش حد يشوفها، وفي كلام ما ينفعش نقراه، دي بنت. طيب لو عايزه تدخلي الحمام بتاعي اتفضلي، انا ما عنديش مانع، بس يعني انا ما انصحكيش. ليه؟ عارف عملت ايه؟ ما بتردش عليا في التليفون. انا ما يتردش عليا في التليفون يا شريف، انا ما يتردش عليا. ما تظلمهاش. انت تعرف حاجه؟ انت في ايه؟ والدها. مال والدها؟ انت اعترف، اكيد في حاجه. بمر بظروف صعبه جدا. ايوه اعترف، انت بيمر بايه؟ قول يا شريف قول، ما توغوشنيش يا اخي. بس بقول لك ايه، ما تيجي نشرب شاي ونبطل عبط بقى في الحته الضيقه دي، انا مش عارف اتكلم معاك. ما هو انت يا شريف بقى، انا بقول لك انا بشوف البدله البترولي دي بحس ان انا حسين صدقي. ارجوك يا شريف، ارجوك خف عليا، ارحمني يا اخي. ماشي تعالى نتكلم في المطبخ. عايز ايه؟ تشرب ايه؟ اي حاجه بريلي لو فيه. يخرب بيت البريل اللي انت بتشربه بقى وتقعد بقى. حبيبي اخبارك ايه؟ وانا اسبوع يعني ما ردتش عليك. تعالى يا شريف. هو ايه يا اختي اللي احنا بنتفرج عليه ده؟ بنتي يا نيل حولي هاتلنا القبضات، ده مسلسل تركي حلو قوي انا بحب اتفرج عليه. يلا شوفي يا اختي البيت. نيلي من فضلك وطي التلفزيون. يا جماعه احنا في مصيبه، وعاوز اتكلم معاكم شويه عشان نشوف حل للمصيبه دي. الله، ايه؟ بقول لكم احنا في مصيبه، عاوزين نقعد مع بعض نشوف حل المصيبه دي. عرفنا ان في مصيبه، بس لازم نقعد دلوقتي يعني؟ اوكي. الحقيقه انا اسف اللي هقوله دلوقتي، بس انا مضطر. بصراحه المركب اللي غرقت سببت لي مشاكل كتير قوي، منها ان انا بقيت مديون بحوالي 100 مليون جنيه ويمكن اكتر. يا لهوي.
100 مليون جنيه؟ ما شاء الله انتوا اغنياء قوي كده. كنا اغنياء قوي كده، انما دلوقتي اللي حصل، فانا مضطر ابيع حاجات كتير قوي، منها الفيلا اللي احنا عايشين فيها ديت، وهنضطر نقعد في الدوبلكس بتاعت زايد، واسعه وتسعه من الحبايب مليون. مستر عبد الله، ايوه، شقه زايد اول حاجه هتتباع. طيب احنا هنضطر نعيش في شقه الزمالك، لطيفه وبتطل على مستر عبد الله، ايوه، شقه الزمالك بح. اوكي. طب احنا هنعيش في شقه المنيره، برضو كويسه والناس هناك طيبين قوي. مستر عبد الله، شقه المنيره فنيخت. طب احنا هنعيش تحت كوبري الدقي، قريبين من وسط البلد، وظل برضه هناك عشان بس مستر منير يرتاح. هعيش فين؟ المشكله مش انك تعيش فين يا مستر عبد الله، المشكله انك بعد ما تبيع كل الاملاك اللي عندك برضه هيفضل عليك فلوس، ولو ما سددتهاش انا اسف هتتحبس. بعد الشر عليه، تف من بقك يا استاذ بطريق. لا يا سي عبد الله ما تخافش، ان شاء الله يا اخويا مفيش حبس ولا حاجه. خد كل سكتي اهي، حتى شبكتي كمان خدها اهي برضو تفك زنقه. ده العشم برضه يا صباح، خلي شبكتك معاكي. عمو، انا كمان عندي دفتر توفير فيه قرشين كويسين ينفعوا، وفي برضو سلسله وحلقين. في ايه ماما؟ ما ينفعش. ايه ده؟ ما ينفعش. لو حضرتك يعني حابب تاخدهم يعني. شاكر يا بنت، شايلك العوزه. طيب لا مؤاخذه يا جماعه، يعني في حد معاه فكه 20؟ عشان ايه؟ اصل انا والله يا عم عبد الله معايا 20 جنيه بس هي والله، فيعني اكيد مش هتاخدها كلها، يعني خد 15 وانا 5، او اقول لك خد 10 وانا 10، عشان اكيد المواصلات برضو واحنا راجعين فهبقى محتاج فلوس. في اقتراح لطيف برضه. اتفضل. رجع ال 20 جنيه للمحفظه. لا ما يصحش يا عم عبد الله. رجعها. طيب ربنا يكرمك يا رب. مام انا كنت طمعان في مام بليز. الراجل بيكلمني. ماما توحشنا قوي. ايه ده؟ انتوا كلكم بتبصوا لي كده ليه؟ بابي، my jewelry no way. ايه الجونري ده يا سي عبد الله؟ الكلى. طب وبعدين يا سي عبده هتعمل ايه يا اخويا بعد ما الكل تخلى عنك؟ ولا يهمك يا صباح، انا كنت محضر خطه بديله. انا ههرب بكره الساعه 10 بالليل. هنزل انا ونيلي وشريهان وهاني من الفيلا. ناخد العربيه ونطلع على اسكندريه، بس لازم اكون هناك قبل الساعه 1 بالليل عشان الحق المركب اللي هتطلعني على قبرص. اتفضل. رخص يا ريس. او ماي جاد، ايه الزحمه دي؟ ده كمين. كمين؟ طب هنعمل ايه؟ بقول لك لفي وارجعي. احنا مش هينفع نفضل مستنيين في الطابور، هنتاخر على ميعاد المركب. طب بصوا، مثلوا انكم عيانين وانا هتصرف. مين دول اللي عيانين؟ هتودينا في داهيه. مثلي. ما بتعرفيش تمثلي؟ انا كنت شاطره قوي في التمثيل في المدرسه. هتعملي ايه؟ هتعملي ايه؟ تراست مي. مش هينفع مش هينفع. اسكت. بتعملي ايه؟ بتعملي ايه؟ بس اسكت. ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت بتعملي ايه يا استاذه؟ لو سمحت افتح اللجنه بسرعه، معايا حاله طارئه. حاله طارئه يعني ايه؟ معايا 2 متخلفين لازم يروحوا مستشفى المجانين دلوقتي. متخلفين؟ ما تقربش هيعضوك. يودوني يعني ايه؟ انت معاك بطاقه يالا؟ ايوه معايا بطاقه يا باشا، بس ارد على الولد بس واطلع لك البطاقه على طول. طب انزلوا لي بقى كلكم يلا. لو ما فتحتش اللجنه دلوقتي مش هيحصل لك كويس. يعني ايه مش هيحصل لي كويس؟ تعالى يا ابني نزل الناس دي كلها. لا بقول لك ايه، انت ما تزعقليش وتكلمني بالطريقه دي، انت ما تعرفش انا مين؟ هتكوني مين يعني؟ انا بقى هعرفك انا مين وبنت مين. بابي
اتفضل قول له مين حضرتك. خير يا حضرة الظابط، في حاجة؟ ثم انت ازاي تفتح عليا كده؟ مش يمكن قلع؟ بابي صباح ازيك؟ ازيك يا سي عبده؟ وحشتي. ازيك يا عمو؟ ممكن لو سمحتي اسلم على بابايا؟ نهار اسود على الغلاسه. هاي حبيبي how's it going ازيك يا عمو؟ here؟ كويس؟ ازيك؟ الحمد لله. اقعد يا اخويا اقعد. هسيبكم 10 دقايق تاخدوا راحتكم. اتفضل. شكرا يا فندم. عامل ايه في الحبس يا اخوي؟ تعبان قوي يا صباح، تعبان. بابي حاول تستفيد من الاكسبيرينس اللي انت فيها. ممكن تسلي وقتك بالقرايه مثلا، اكيد في مكتبه في السجن، او ممكن تلعب رياضه، تنس، باسكت، عشان تخس شويه. حبيبتي وانا محبوس في الصاله المغطاه؟ مفيش الحاجات دي هنا. ازاي يا بابي؟ انا بشوفهم في الافلام بره بيكون عندهم حوش وفي ملعب والمساجين بتلعب فيه باسكت. بره المساجين بيلعبوا في الحوش، انما هنا بيلعبوا في المساجين في الحوش. طب عمو جرب تعمل حاجه مختلفه، يعني اتعرف على ناس جديده مثلا. انا بالفعل اتعرفت على اصدقاء لطاف قوي، الاخ باستيلا، سيد عضه، ابراهيم زباله، ناس جميله جدا، بس هم لو زي ما تقولوا اقمت صداقات مهونين عليا كتير. بقول لك ايه يا سي عبده؟ قولي يا حبيبتي. انت في حد ضايقك؟ سوري، معنا؟ ضايقك يا سي عبده، ضايقك. قول ما تتكسفش. ما انا اصلي اتحبست قبل كده. And you're proud. لا نو لا انا راجل يا صباح. حبيبتي انا بحطت ايدك تلاقيش. عمو تحب مثلا الزياره الجايه ندخلك شريطين باركينول؟ لا بمعنى؟ اللي هي بلابيع يا عمو، الصراصير دي بتطير سنين السجن هوا. انت تضرب الفرده من دول تلاقي العمر بيجري معاك كده. شريان، انت عارفه يا حبيبتي انا ما ضربتش كيمياء من امتى؟ من امتى؟ من زمن طويل جدا، ايام الكودافين ما كان ب 15 جنيه. خلاص. انا بس اللي حاسس في نفسي قوي ان اتحبس وافلس في نفس الوقت، ويا ترى هخرج من السجن ده ولا مش هخرج؟ ولو خرجت هعيش ازاي؟ مش لو كان ابوك الله يرحمه بقى ساب لكم القرشين اللي عملهم على قلبه قد كده، مش كان زمانهم دلوقتي فكوا ازمه بدل ثروته اللي مش عارفين مخبيها فين؟ المهم سيبوكم مني انا، انتوا عاملين ايه؟ عايشين ازاي؟ احنا الحمد لله كويسين، ما تشغلش بالك انت يا عم. اتكلمي عن نفسك انتي يا حبيبتي. بابي احنا مش كويسين خالص، احنا ضايعين، انا بنهار. هيحجزوا على الفيلا بكره وانا اخدوا عربيتي ومعيش ولا مليم. ممكن بليز تديني 10-15 الف جنيه اتصرف بيهم بس ال3 ايام دول؟ انت بتقولي ايه؟ انا معيش 13 جنيه على بعض. انت لو تعرفي انا هربت دي منهم ازاي. طب خبي اخويا لحد يشوفها، خبي. خلاص يا عمو ما تقلقش، احنا كده كده هناخد نيلي تعيش معانا. اعيش معاكوا فين؟ انتي اتجننتي؟ انت الطولي. جننت ايه؟ امال هتعيشي فين؟ انا كوين ان، مليون الف حد في العالم يتمنى ان انا اكلمه بس مش اعيش معاه. برضو احسن، روحي الكويت ان بتاعتك دي وعيشي فيها. لا حبيبتي، هي كوين ان، هتعيش فين بقى ده اللي هنعرفه بعدين. بابي ما تشرحش، دول ما بيفهموش، they will never understand، دول في الكنافة. هي بتشتمني يا سي عبده؟ لا يا حبيبتي، في الكنافة احنا انت عارفة كعيلة بنحب الكنافة او بنعشق الكنافة. اتنين كرسي في اوتيل سكري، واحد ترابيزه خشب دورين. كرسي في اوتيل وسكري؟ مش مصدقة نفسي. يا أنسة احنا ربطنا كل الشنط فوق الميكروباص، في حاجة تانية ولا نتحرك؟ لا I think مفيش، بس تقريبا أنا ناسية حاجة. ناسية إيه تاني؟ هو احنا هنقعد طول اليوم نفك ونربط؟ أنت بتتكلم كده ليه؟ هو أنت بتعمل كده شفقة منك عليا يعني؟ ما أنا هديلك فلوس. فلوس إيه؟ أنا تعبت من الشيل والحط، ظهري اتقطم. وأنا مالي؟ مش دي شغلتك؟
مش وانت صغير قلت عايزه اشتغل كده؟ انا مالي؟ وبعدين ما تلخبطنيش بقى عشان مش فاكره انا ناسيه ايه. عاجبك كده؟ كنت هنسى بني ادم. سوري ماما ميمي. ودي هنربطها فوق الشبكه ولا هتركب معانا في العربيه؟ هي طبعا هتركب معانا العربيه، بس الكرسي اربطه فوق الشبكه. استنى. نعم. رايح فين؟ شيلني. ايه؟ شيلني. يا انسه انت عايزاها اشيلها؟ طب ما تشيلها، ما هي شغلتك، شيلها. بتضحك حضرتك؟ and you're so happy؟ كلنا هنترمي في الشارع بسببك. ليه؟ عشان حضرتك بتستظرف وتخبي فلوسك وسايب لنا مجلة. بجد ايه الشقاوة دي؟ ربنا يسامحك. انا مش مصدقة ان انا مش هنام في اوضتي تاني. خلي سنأخذ أجي لوحة سعيدة دي. كلا، لن نأخذها. سوف نتركه هنا لوحده لأنه يستاهل. وأنت نيان، إلى أين ستذهبين؟ سوف أقوم إلى بلدي. بلدك فلبين؟ كلا، شبين دقوم. شبين كوم؟ فلتذهبي إلى الجحيم يا نيان. انتي رايحة فين يا نيل؟ ما تيجي معانا يا حبيبتي، بدل يعني حوجتك للغريب. ثانك يو، أنا هتصرف. خلاص براحتك، بس لما تروحي تقعدي في حته يبقى كلمينا طمنينا عليكي، وابقي ادينا العنوان برضو عشان نطل عليكي. ولا تطلوا ولا تل ولا حد يطل اصلا. انا مش عايزه اعرفكم تاني. انا بكرهكم وبقرف منكم. انتوا جيتوا خربتوها وقعدتوا على كمها تلها. whatever. دلوقتي اللي بيربط بيني وبينكم في السجن. بليز، مش عايزه اشوف وش حد تاني فيكم ever. ما انا قلت لك نفسي اضربها بالشبشب وانتي اللي مش عايزه. انا مش فايقالك. ها خلاص يا خالتي سيبيها. شكرا يا بنت عمي يا محترمه. هاي. مساء الخير يا فندم، تحت امرك. لو سمحت، انا كنت عايزه حاجه صغيره اقعد فيها اسبوع. عندي يا فندم اوضه بتبص على البسين عامله 1000 جنيه في اليوم. انا مش عايزه اوضه اكيد، انا عايزه سويت ويكون في اوضتين وليفنج صغير. موجود يا فندم، عندي سويت بيبص على النيل عامل 8000 جنيه. اوكي كويس ده. تحت امرك يا فندم. حضرتك يا ترى هتدفعي فيزا ولا كاش؟ فيزا. طب استاذن حضرتك في الفيزا والبطايق. اوكي. اتفضل. لحظه واحده يا فندم. اسف يا فندم، الفيزا دي مش شغاله. مش شغاله ازاي؟ جربها تاني. برضه مش شغاله. طب ثانيه واحده بس، هكلم البنك وارجع لك. تحت امرك يا فندم. اتفضلي يا فندم. ثانك يو. يور ويلكم. ايه الهبل ده؟ يعني ايه تحجزوا على كل الفلوس بتاعتي؟ بابي هو اللي غلطان وهو اللي في السجن، انا مالي؟ طب ممكن تديني كارد بسرعه؟ ضامن؟ اوكي، ضمان هدومي، شنطي، ساعتي. انا مش بكلمك على ساعه معفنه على فكره، بكلمك على رولكس. والله مش هينفع؟ اوكي، بس خليكوا فاكرينها. شفتي يا ماما ميمي؟ شفتي اللي بيحصل لنا؟ انا نيلي مكاوي امشي مش معايا في شنطتي غير 27 جنيه ونص، وكمان مفيش حته بيت فيها. تعالي يا ماما ميمي ناكل في الريستورانت. هناكل ازاي؟ احنا ما معناش فلوس. انا ما معيش فلوس اكل. طب هنروح فين دلوقتي؟ انا هكلم اصحابي اشوف حد نبات عنده. الو، هاي نادين، ازيك؟
نادين بصي، انا كان عندي مشكله وكنت عايزه اقعد عندك اسبوع او 2. مش هينفع ليه؟ بتغيروا الحمامات؟ لا طبعا اكيد مش هقعد في حته من غير حمام يعني. اوكي ثانك يو نادين. هاي تارا. هاي يارا. هاي ساره. هاي كلارا. غرف 60 ده هي حيوانه. شفتي الكلاب يا ماما ميمي؟ شفتي بيعملوا فيا انا ايه؟ طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ انا عطشانه وجعانه. ماما ميمي انتي شربتي كوبايتي؟ انتي مش سامعيني بقول ان انا عطشانه وجعانه؟ ها؟ ما تعمليليش فيس الغلبانه ده. حرام عليكي يعني بجد، انا كنت نفسي اشرب قوي. يعني لو سمحت ممكن تجيب لنا 2 ويلكم درينك تاني؟ خليهم 3. بقول لك ايه، خليهم 5 وهظبطك. يا لهوي يا خالتي، هو ده اللي نيجي في نص الليل عشان ما يتسيح لناش؟ ده المنطقة كلها في الشارع. وانا ايش قدراني ان النهارده في فرح؟ كنت مغسله وضامنه جنه، وبعدين ازاي ما يعزموناش؟ ده ايه الوتو ده؟ يعزمونا ده ايه يا خالتي؟ ده انتي لعنتي سلسفين اللي جابوهم قبل ما نمشي. وهو انا كنت اعرف ان انا هرجع المخروبه دي تاني؟ قطعت. طب احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ دول هيزفونا. ولا هيزفونا ولا حاجه، احنا نتسرسب سرسبه كده من غير ما حد ياخد باله، ونمشي يمين كده نخش في الحاره الضيقه، نروح داخلين على البيت من الشمال من غير ما حد ياخد باله، ولا من شاف ولا من دي. يلا بس يلا بينا كده. وقف المزيكا وهدي اللعب، ريح الشبح، ريح الكل يستريح. تحية سبيشال للناس اللي داخله علينا، الناس اللي دخلتهم نورت الحاره تما. حبيبة قلبي خالتي وخالة الحاره صباح، وعروستي شوشو، بحبك يا شرهان حب على مر الزمان. فضحنا ابن المتخلفه. سيب لي انا بقى التحيه دي. تحيه مني للست صباح المحترمه اللي لسانها بينقط سكر، والبنت اختها شريهان بنت الحسب والنسب، الناس اللي لما بتقدر ما بتعفيش. وسبحان الله يمهل ولا يهمل، هم رجعوا لنا تاني زي القرش الماسح. وقال ايه؟ داخلين يسحبوا زي الحراميه. يا ام فاتن لا ما يصحش كده. مبروك يا ام فاتن، مبروك يا حبيبتي، عقبال البكاري. ده انا اول ما سمعت قلت لا، ده انا لازم اجي ابارك واهني. مبروك يا حبيبتي، الف مبروك. جرى ايه يا خالتي؟ انت هتسكتي لهم ولا ايه؟ ما هو لساني مش قادر يتكلم بعد اللي عملته، بس اصبري عليا، كلها 2 3 اتمكن منهم وبعدين ارجع اضربهم بالجزمه زي زمان. لا يا حبيبتي، انت لا جايه لا تهني ولا تباركي، انت جايه بعد جوزك الحرامي ما اتحبس، وما شاء الله وشك كان وش السعد عليه. يا بنت الكلب، سيبي لي انا الطلعه دي يا خالتي. هتعملي ايه يا شريهان؟ هنقط العروسه. ما بلاش. ألف 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 مبروك يا أم فاتن. أنا جاية أبارك وأهني للست أم فاتن جارتنا وحبيبتنا اللي ما بيطلعش من بقها الغلط، حتى لما كانت خالتي صباح بتمسح بيها بلاط الشارع ما كانتش بتقول بم. وجاية أبارك وأهني لأختي وحبيبتي فاتن.
ألف مبروك يا عروسة، أخيرا اتجوزتي مجدي. إيه ده؟ ده مش مجدي، ده مين ده يا بت؟ ده حسن ولا علي ولا عبد الله ولا شعبان؟ ده شكله جديد يا بت. هو ده اللي هيحاسب على المشاريب؟ طب ليلتكوا زي الفل، وألف ألف مبروك للعروسين. مين مجدي ده يا بت؟ ده اخويا في الرضاعة، انت جايبه بوازير ليلتي؟ ولا رصتهم دول كمان اخواتك في الرضاعة؟ ليه ان شاء الله متجوز بنت تعمى ملك؟ بتخونيني يا فجرة. ايه ده انت بتضرب اخت خناجر؟ ليلتك سودا. الحمد لله على كل حاجة، كل اللي يجيبه ربنا كويس. بس برضو يا شريان أنا صعبان عليا نفسي. فين يا حبيبتي أيام العز اللي احنا كنا عايشين فيها؟ تلحقتي يا خالتي؟ ده هم 3 أيام. برضو يا شريان استمتعنا، ده كفاية يا أختي البسين. ايه ده؟ مين الغلس اللي جاي يخبط علينا في وقت متأخر كده؟ يكونش البوليس يا خالتي بعد الخناقة اللي عملناها في الفرح؟ يا بنت تف من بقك، البوليس جه من زمان ولم كل اللي في الفرح نفر. طب تفتكري مين بقى اللي هيبقى جاي لنا دلوقتي؟ تفتكري بقى نقعد نتساهر انا وانتي ونتوشوش كده ونتونس؟ ما تقومي يا بنت تفزي تفتحي الباب. ماشي. هاي، ازيكم عاملين ايه؟ هاي صباح، ازيك؟ وحشتيني قوي. ده انا؟ ايوه، انا قعدت كتير قوي عشان اوصل لكم هنا، بس الحمد لله لقيت العنوان على جوجل مابس. وانتي ايه اللي جابك يا سنيوره؟ مش قلتي مش عايزه تشوفي وشنا؟ انا مش جايه اشوف وشك انتي، انا جايه اشوف وش صباح. هو مش ده بيتك ولا بيتها؟ لا يا حبيبتي، ده بيتي انا وخالتي قاعده معايا عشان ما تسيبنيش لوحدي. ماشي؟ ما تختشي بقى يا بنت يا شريهان، اسكتي خالص. ومال يا حبيبتي بيتك ومطرحك، اهلا وسهلا، نورتي. ده بيتكم مش كده؟ جميل. ودي السفرة؟ دي السفرة، ودي اوضه القعاد. يعني ايه اوضه القعاد؟ الليفنج. اوكي؟ الليفنج اخرها كي؟ بقول لك ايه، انت هتتريقي عليا بقى وتتريقي على بيتنا؟ خلاص ما تروحي تعيشي عند اصحابك اللي عندهم التوبلكس. كمان توبلكس؟ انا اصحابي كلهم مسافرين وسايبين التوبلكسات بتاعتهم لوحدها عشان احنا في لونج ويكند وكده، فانا قلت يعني اجي اقعد عندكم يوم ولا يومين. طبعا يا حبيبتي، اهلا وسهلا، تنوري، اعتبريه زي بيتك بالظبط. ميرسي، ثانك يو. ادخلوا. مين دول اللي يدخلوا؟ ايه ده؟ هو في ايه ده كله؟ انا عايزه اقولك ان انا سايبه قد دول مرتين عند واحده صاحبتي، بس جايبه معايا بس الحاجات المهمه. احط الشنط فين؟ دخلها يا ابني جوه هنا في اوضه شريهان. شريهان ايه يا خالتي؟ استنى يا عم انت. شريهان ايه يا خالتي؟ ما تحطيها في اوضتك انت ما دام انت بتضيفيها قوي كده، انا مالي؟ يا بنت ما تكسفنيش، ما انت عارفه ان انا بشخر وانا نايمه، وبعدين البت كيوته ومش هتستحمل. طب وايه يعني؟ ما انا بشخر وانا نايمه وانا صاحيه على فكره، وهزعج الكيوته. عشان كده يا حلوه انت هتنامي على الكنبه، اصل مش معقوله هنيم الحلوه بنت الاصول دي على الكنبه. اختشي بقى يا شريهان. انتوا مش سامعين هي بتقول ايه؟ دخلوا الشنط في اوضه شريهان، الاوضه اللي شاورت لكم عليها دي. انا مش عارفه ليه حاسه ان انا ناسيه حاجه. كل ده يا اختي وناسيه حاجه؟ لا مش شنط، انا ناسيه حاجه تانية. انتوا هتاخدوا الست دي ولا اتصرف فيها بمعرفتك؟ شفتي؟ كنت هنسى ماما ميمي. أبلة ميمي، أهلا وسهلا، نورتي يا أبلة ميمي. دخلها في أوضة شريهان. ماما ميمي، ماما ميمي، ماما ميمي، ممكن
انزحي شويه كده بس عشان اعرف انام. ماما ميمي عندك سبيس، ممكن تروحي هناك. مجنونة يا قوطة! في حاجة؟ هاي هاي باي باي. انا مش مصدقه انتوا ازاي عايشين من غير برايفسي كده خالص. انتوا كل يوم بتصحوا تسبحوا على الفانيلات دي؟ قصدك مين؟ قصدك على محمد سياحة وعياله؟ دول ما كانوا لابسين، ده تلاقيهم خارجين اصلا. شيرين انت عامله ايه في شعرك؟ ليه مكتفه شعرك كده؟ مكتفاه؟ يا جهله دي طاقيه. طاقيه؟ دي شبه شعرك بالظبط. يا بت، ما هو ده شعري اساسا، ما عشان انت مش فاهمه حاجه. انت وانت شعرك وهو مندي كده بتروحي ماسكاه فرداه وحاطه البنس دي بقى هي اللي بتديكي الويفي، فاهماني؟ بس انت شعرك اساسا مأزعر مش هينفع معاه الطاقيه. تعالي كل ده بصراحه طعمها تحفه. اكيد طبعا مش هاكل الشيء الاخضر المزلز ده. انت حره، اللي عايز ياكل ياكل واللي مش عايز ان شاء الله مع انه طفح. شيرين انا مش قصدي كده، قصدي اني ممكن اكل حاجه تانية. يعني لو عندكم مثلا pancakes peanut butter cereals. طيب في ايه بيجي هنا دليفري؟ انت عايزه دليفري؟ في فطائر المدينه المنوره، حلو. في عبغاني 3M ده بتاع سندوتشات، بيعمل بانيهات وسبايسز وكل اللي انت عايزاه. في كمان كبده ومخ العنتيل بس ده حامي عليكي. لا انا مش عايزه الحاجات دي، انا بتكلم على حاجات الدليفري العاديه، معك بيتزا كده يعني. انت تقصدي دول كانوا بيجوا بس خلاص بقى، من ساعه ما الطيارين كل واحد فيهم لما بيدخل الحته بيثبت، يا اما موتوسيكل بيثبت، يا اما هو بيثبت، يا اما صندوق بيثبت، فقطعوا رجليهم من هنا ما بقوش يجوا. بس لو نفسك تاكلي بيتزا، في بيتزا هانش حلوه قوي، دي يمكن احلى كمان من بيتزا هات. لا انا مش عايزه هانش، انا مش عايزه حاجه.
ليه يا ربي كده؟ هو انا يعني عشان معيش فلوس مش هفطر؟ مين دي يا نيني اللي معهاش فلوس؟ ده انت لو بعتي بس حاجه من اللي معاكي جوه دول، ساعه، نضاره، جزمه، شنطه، تجيبي اكبر من الشقه دي. كويس انك فتحتي الموضوع ده يا شريهان. بصي حبيبتي، انا حاجتي دي هي اغلى حاجه في حياتي، اغلى ايفن من بابي اللي في السجن ده. وعايزه اقولك خلي بالك قوي، انا حافظه حاجتي كلها بيس وعارفاهم كويس جدا. يعني في يوم من الايام لو لقيت اي حاجه منهم ناقصه، من شابوهاتي، لبسي، جزمي، شنطي، الجولري بتاعتي، اي حاجه، انا هقطم صفاره رقبتك. وعلى فكره انا عمري ما هبيعهم، لان مش هينفع حد يلبسهم بعدي. انا ممكن اولع فيهم بس ما حدش يلبسهم. طب اقول لك حاجه، انا وصيتي لما اموت الحاجات دي تتدفن معايا زي اجدادنا الفرعونات كده. Am I clear؟ يس. على فكره حاجتك دي كلها ولا تفرق معايا، عشان انا كمان حاجتي عندي كلها بالدنيا. اقول لك على حاجه، شبشبي ده يتدفن معايا عادي. جهله. ايوه يا سيف، ازيك؟ الحمد لله. انت ما بترديش عليا ليه؟ بكلمك بقالي كتير، كنت عايز اطمن عليكي. ثانك يو يا سيف والله. معلش انا كان عندي حوارات كده، هبقى احكي لك لما اقابلك. ايه ده، هو احنا ممكن نتقابل؟ طبعا ينفع نتقابل. ينفع نتقابل، ما نتقابلش ليه؟ وممكن نتغدى كمان، ولا انت مش عايز تعزمني بقى؟ لا ازاي طبعا. طب شوفي نتقابل على الساعه 2 كده. اصل انا عربيتي بايظه فمش عارفه اتحرك. تحب اعدي عليكي فين؟ اعدي عليكي في البيت؟ لا 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 بلاش، ممكن نتقابل في المهندسين، لان انا هيكون عندي ميتنج مع كلاينت عند بابي في الشركه، لان بابي مسافر. طيب اوكي هقرب المهندسين وهكلمك. اوكي باي. باي انت بتعمل ايه يا ابن الصرمه انت وهو؟ خش على جوه، خش. لا والله يا بنتي، شغلانتك خدتها واحدة تانية، وللأسف احنا مش محتاجين دلوقتي أي كاشير. طب مش شرط كاشير، انا ممكن اعمل اي حاجه، اقطع عيش، اعبي سندوتشات، اخرط بصل، اي حاجه. على عيني والله يا شريهان، لكن كل الوظائف اتسكنت. طيب بصي، احنا محتاجين حد في الحمامات، تيجي؟ لا يا استاذ عبد العظيم، حضرتك فهمتني غلط. انا خريجه اعلام، ما امسحش حمامات. ما انت كنت لسه دلوقتي هتخرطي بصل. لا تفرق، ده شغل سياحه وفنادق. على العموم شكرا. امسكي. لا ماليش نفس. بس بقى شوشو فكيها بقى. افك ايه بس؟ ده احنا عمالين نلف من الصبح، ده مفيش شغلانه فاضيه. انا تعبت والله العظيم، مش عارفه اعمل ايه. باين ياخد الشغلانه بتاعت الشبراوي دي. اتجننتي؟ عايزه تقفي في الحمامات تنضفيها؟ طب قول لي اعمل ايه بس يا هاني؟ تلاقيش انا هتصرف. هكلم لك جماعه اصحابي شغالين في كنتاكي، هتروحي تمسكي الحمامات هناك. هي الشغلانه، بس معلش يا ماما، دي برضو شركه مالتي ناشونال وبيعملوا خلطات بالوجبه السريه، فانت بقى وشطارتك يعني تعرفي السر بتاع الخلطات دي. ده وقت هزار يا هاني، انا مش عارفه بس انا بيحصل فيا كل ده ليه؟ الدنيا بتعاملني زي ما اكون ضرتها. لا واحنا لسه ورانا اقساط وفلوس وجمعيه وهم، يعني لو عدى عليا الشهر ده من غير ما اشتغل هتبقى مصيبه. ما خلاص بقى يا بنتي، كفايه كآبه. ايه ده؟ بعدين انت مش قلت لي جدكم شايل لكم فلوس ياما؟ لا قلت لك مخبي فلوسه مش شايلها لنا. طب ما تدوروا عليها، ايه الكسل ده؟ لا الكلام ده فات اوانه خلاص، ده حوار اتردم عليه من زمان. جدي الله يسامحه خبى الفلوس وساب لنا مكانها مجله ميكي، والله اعلم بقى اذا كان خبى الفلوس ولا ضيعها وبيستظرف. اكيد بيستظرف. ايه مجله ميكي دي؟ ما تقلقيش، ان شاء الله محلوله. على قولك مفيش حد بيبات من غير عشاء. هات السفنديايه دي اكلها هديها بيها اعصابي. هات. مفيش الا فص. فص انت كلتها كلها يا معفن. انا يا بنتي مش قلت لك خد حته وانت قعدت تقول لها مش عايز؟ انت معفن ياض، كنت شيلي نفسي دلوقتي عايزه. خلاص بتتغندري ليه؟ طب يلا اتنيل اجري هات لنا مكانها، جاي تجيب واحده، يلا روح هات. هو اجيب كيلو يعني ولا ايه؟ هات اي حاجه يلا. هاتي فضه. معيش. امال اعمل ايه يا ما تفك يا ما معيش. معايا 200 جنيه، ما اكيد مش هتلاقي معايا. فكها يلا. ده هتلاقي معايا. انا جعانه والله وتعبانه، ولما بجوع بزعل اكتر. يلا خلاص ماشي.
بقول لك ايه؟ اقعدي اتكلمي مع الراجل كده ليه عقبال لما انا الف من ورا. ايه ده انت هتفضحنا. استنى يا حاج الله يكرمك يا حاج، ما تجيب سفنديايه. طب اقول لك على حاجه، بتشغلني معاك. طب تجيب سفنديايه وتشغلني معاك. بس يا ماما، طب بس والله يا ماما. شكلك لطيف. بس يا حبيبي، بس يا حبيبي، عم افرض ايه انت خليتنا نشحت. ايه ده؟ ايه ده؟ والله متشكرين والله يعني. انا حاسه ان انا بقالي قرن ما جيتش النادي. انت مش فاهمه انا مشغوله ازاي. بعمل كميه مليون حاجات شنيعه. انا من ساعه ما بابي سافر سويسرا. ايوه، انا اللي بمانج كل حاجته، المكتب، البيت، الشغل، بس بقى بس ايه؟ بس ما بتعمليش حاجه تانية؟ مش عايزه ادوشك معايا، طبعا بعمل حاجات كتير. هتنقلي هتنقلي. سو what the hell are you doing؟ ايه القرف اللي انت عاملاه؟ Nelly, I missed you. It's not me, that's hers. Jessie, look how sweet she is. صح؟ طبعا دي نيلي، دي اختي وحبيبتي، كان لازم اقف جنبها بزنقتها، بس الظاهر بقى ان مفيش حد بيحبها خالص. يعني احنا لميناه ما يجيبش 100 جنيه لغايه دلوقتي. نيلي صحيح كان بابي عايز يروح يزور باباكي ويجيب له شويه حاجات كده، بقولي لي مواعيد الزياره. جيسي، أنا عايزة أقولك حاجة واحدة بس. نيلي بالإي مش بالآي. نيلي بقولك ايه، اعملي حسابك هصحيك الصبح بدري. طيب أوكي، أنا هدخل أنام بقى عشان هصحى بدري. جود نايت. انت من أهلي. يا نيلي اصحي يا نيلي، الواد هاني جاي دلوقتي. يوه البت دي متعبه هتغلبني. بقول لك ايه يا حاجه، نيلي صحيت؟ روحي اعملي لي شاي. شاي؟ طب ماشي هعمل لك شاي. نيلي صحيت؟ نيلي بخ مش عارفه انت جدتنا ليه بقلطتك دي. نيلي اصحي يا نيلي، يلا يا نيلي، الواد هاني زمانه تحت بالعربيه. يا بنتي شفت؟ هربت بنتي وقتها. عشان لما اقول لك كلمه تبقى اسمعيها. انا من الاول قلت لك البت دي مش تمام وشكلها تاخد الفلوس وتخلع بيها. مش انت اللي قلت لي قبل كده دي بنت ناس ومستحيل تعمل كده؟ ده امتى ده؟ انت هتستعبط يلا. طب يلا عشان العربيه مستنيانا. والله ما كان له اي لازمه ان احنا ناخد عربيه مخصوص، هو احنا لاقيين الفلوس؟ يا بنتي ده سواق لقطه، اصلا قفشته كان بيتخانق مع ناس فسلكته من الخناقه وقلت له على المشوار وريحني في السعر. طيب ماشي. صباح الفل يا اسطى. صباح الفل يا باشا. يلا بينا. يلا بينا على فين؟ ايه ده؟ ما انا قايل لك بورسعيد. لا مؤاخذة يا باشا، معلش انا اسف نسيت. توكلنا على الله. تحب تاكل دلوقتي؟ شكرا.
ساندوتشز حلوه قوي. مش عايز. في ايه يا سيف؟ انت متضايق من حاجه؟ طبعا متضايق. يعني ايه ننزل من غير شريهان؟ على فكره هي لها في الكنز زي مالكي بالظبط، ماشي؟ لان هو جدها زي ما هو جدك، ولا انت عايزه تاكلي حقها؟ ممكن مالكش دعوه بالموضوع ده؟ اوكي. الراجل نسي يحط لي شوجر. ايه على السخافه. عندك تيشوز عشان بنطلوني باظ؟ انت بتعملي ايه في العربيه بتاعتي؟ قاعده تفعكشي فيها وتنكشي فيها. العشوائيه دي بتوترني بتوترني. سوري. مفيش حاجه. تسمعي مزيكا؟ اوكي. سيف، نعم. أنا مش عارفة أشكرك إزاي على الحاجات الحلوة اللي أنت بتعملها معايا. أنا مبسوطة قوي إن أنا عرفتك. بجد فعلا أنت من الناس الجنتل اللي أنا مبسوطة إنهم في حياتي. انا اللي مبسوط ان انا عرفتك. وبعدين انا ما عملتش حاجه. ده انت يعني تأمري اطلبي. ممكن بليز نغير الميوزك القرف اللي احنا بنسمعها دي؟ مش عاجباكي؟ خلاص ممكن اشغلك موتسارت ولا بيتهوفن. بيتهوفن ايه يا حبيبي؟ انت خارج مع جدتك. حبيبي جدتك مش هنشغل حاجه اهو. عندك اوكسيلري؟ خدي ايه واكس اهي مش زرقاء. Bang bang into the room. I know you want it. Bang bang all over you. I'll let you have it. Wait a minute, let me take you there. You need a bad boy to blow your mind. I came in like a wrecking ball. I never hit so hard in love. Break me. This is that ice cold Michelle fight for that white coat. Hello from the other side. ايه؟ حامي نفسك شويه. قاعده تتفطعتي وتسقفي في ايه؟ مش عارف اسوق منك موتراني. انا بتوتر مش هعرف اسوق. اعمل بيك حادثه اخش بيكي في عمود. سوري. مفيش حاجه. تاكلي كيكه؟ اوكي. انا جايب 2، واحده ليكي وواحده ليه. انا مش بحب دي عشان مش حلوه. مش حلوه ليه؟ بيبوظ كريم كده وانا بحب بالشوكليت. طب ما هي بتبوظ شوكليت. خلاص. يعني المخزن اللي جوه المينا ده هنخش هنلاقي جواه الفلوس؟ ممكن، وممكن نلاقي عدد تاني ولغز جديد. لغز جديد؟ طب افرضي ان شاء الله ما عرفناش نحل اللغز الجديد، يبقى كده خلاص الفلوس راحت علينا؟ بعدين يا هاني، بعدين نتكلم في الموضوع ده. خلاص. لا ايه حكايه اللغز ده يا باشا؟ ايه ده؟ انت مالك انت يا اسطى؟ بنتكلم في مواضيع شخصيه. باشا انت حامي علينا ليه كده؟ يعني المسافه طويله دي بنكسرها. الله خد عفر يا باشا، خد عفر. تسلم ايدك. موضوع اللغز ده ايه؟ طب بتخوفني ليه؟ مفيش يا سيدي. جد المدام عقبال امالتك سايب لها فلوس زي الرز. فلوس زي الرز؟ بس لازم تحل اللغز. بس لازم تحل اللغز. بحبك يا ستموني مهما الناس لموني. والله حضرتك يا باشا مش ماشي في ده. كامل يا باشا. وبعدين؟ وايه اللي وبعدين؟ ما تخليك في حالك يا اسطى، قلت لك دي مواضيع شخصيه. مواضيع شخصيه يا باشا؟ احنا يعني بنكسر مسافه الطريق. الله دينا بندردش يعني. خد طري على قلبك يا باشا. خد. اتفضل يا باشا. سوري لا مؤاخذه. تسلم ايدك تسلم ايدك. يا اسطى الطريق فاضي. انا افتكرته مليان. انا اسف يا باشا والله. السواق ده مجنون. راجل حلوف قوي. كمل يا باشا. وبعدين؟ مفيش يا سيدي. اصلا انت عارف مجلات ميكي جيب اللي هي بتاعت العيال الصغيره دي؟ هو حد ما يعرفش ميكي جيب بتاعت العيال الصغيره دي؟ اهو جد المدام بقى هو اللي كان بيكتب المجلات دي. والله العظيم. والله جد المدام هو اللي كان بيكتب المجلات ديت. والله وانا بشبه من بدري. والله العظيم. يا اهلا وسهلا يا الف اهلا. انا حظ من السما والله ان انتوا جيتوا معايا. الله يكرمك الله يكرمك. نمرهم بقى وعمل ايه؟ ساب لهم بدل الفلوس مجله. ساب لهم بدل الفلوس مجله؟ جرأة يا هاني، هو السواق ده معرفه ولا حاجه؟
معرفه منين؟ انا اول مره اشوف. امال شايفاك العشم واكلك وعمال تغي وتلت معاه ليه ده؟ ما تفهميش، سبحان الله قلبي كده اتفتح له اكني اعرفه من زمان. وبعدين انت قلقانه من ايه؟ هنشوفه فين ده تاني اصلا؟ وانا يا باشا والله يا قلبي اتفتح لك كده لله في لله. كمل يا باشا. بعد ما ساب لهم المجله حصل ايه؟ يا عم بتقلقني كده ليه؟ ما انا كنت بحكي لك عادي، وبعدين قلت لك دي مواضيع زفت شخصيه، خليك في حالك يا باشا. يعني ادينا بنكسر المسافه. الله والله انت بتنرفز شكلك عشان جعان. طب خد يا باشا افطر، انت شكلك ما اكلتش لحم بطنك. تسلم ايدك. بس لا ما يصحش عند اكيد فطارك برضه. لا مفيش مشكله، بجيب انا من اول رن. ها موضوع المجله ده ايه؟ انا اقول لك. تقريبا هي دي البوابه. انزل بسرعه شويه. ايه في ايه؟ هموت وادخل التواليت. انت مش لسه داخله الحمام من 3 دقايق وانا واخد معايا بنت اختي سندباد؟ سيف ما تعليش صوتك عليا، انت ازاي بقيت تتعصب عليا كتير قوي كده؟ انا اسف بس معلش، اصل ما اعرفش تقريبا في حاجه في شخصيتي بتخليني اتعصب فجاه وما اعرفش ليه. ما تزعليش مني، دي تركيبه. نيفر مايند. السلام عليكم. هاي. وعليكم السلام. رايحين فين يا استاذ انت وهي؟ رايحين فين يعني ايه؟ داخلين. داخلين فين؟ هي وكاله من غير بواب. داخلين جوه المينا. ما انا عارف ان انتوا داخلين جوه المينا، يعني داخلين مول، داخلين تعملوا ايه؟ داخلين التواليت. هتهزري؟ انا مش بهزر. بص انا عندي مخزن جوه بتاع بابي، وغير كده انا عايزه ادخل التواليت. بابي مين؟ بابي عبد الله. عبد الله مين؟ ما في 100 عبد الله جوه. عبد الله مكاوي صاحب مكاوي جروب. ممكن تسيبني ادخل؟ ما ينفعش تدخلوا. اولا لازم يبقى معاكم تصريح، ثانيا المخزن ده محجوز عليه، يعني مش هينفع تدخلوا اصلا. على فكره لو ما دخلتناش الموضوع مش هيعدي على خير خالص. بتهدديني؟ طب اتفضلوا بقى. يعني مش همك؟ ما يهمنيش حاجه طول ما انا بنفذ القانون. طب لو سمحت من فضلك، لو سمحت ممكن ادخل التواليت؟ لا. طب تصدق بقى ان انا هدخل التواليت؟ وريني هتمنعني ازاي؟ ما ينفعش يا استاذه، ما تخلينيش استخدم معاك العنف. انت اتجننت؟ انت ازاي تمسكها كده؟ ده انا هوديكوا في 60 داهيه. تودي مين ياض في 60 داهيه؟ انا اسف، انا عندي تركيبه شخصيه كده معينه، بضعف جدا وما بعرفش وبنفعل في اوقات المفروض. قولي له. ايوه فعلا هو عنده مشكله في شخصيته، بيطلع وينزل كده. معلش سوري، سيبك منه. بص انا عارفه ان انت بتشوف شغلك، خلاص احنا مش عايزين ندخل المخزن، بس من فضلك انسانيا خليني ادخل التواليت. مش هينفع يعني، مش هينفع ازاي؟ لو سمحت دخلني التواليت. عارف لو لبست. انا اسف مش لسه كنت بقول لك انا بنفعل فجاه. ايوه فعلا هو بينفعل. لو سمحت دي حاجه بس لربنا، لو سمحت خليني ادخل. قلت مش هينفع. استنى يا باشا، دول ارهابيين، اوعى تخليهم يخشوا. شفت صورهم في التلفزيون. مظبوط يا باشا، ده دكتور سعيد حساسين كان لسه مستضيفهم وقال ان هم هيفجروا المينا بالارهاب البديل. اكيد مش هيصدقوكي، انت غبيه قوي، لان مفيش ارهابيه بنت وكمان بلوند ولبس. حضرتك يعني ده ستايل ارهابي يعني؟ ايه ارهابي ده؟ اروح افجر مساطر وكشاكيل؟ ده حاجه غريبه جدا. يعني حضرتك عايزه تفهميني ان جدو ميكي ساب لي ماما ميمي لغز ميكي؟ ايوه والله العظيم هو ده اللي حصل. وبندق بعدها خدكوا وداكوا المرسم عشان تحلوا اللغز الجديد؟ اكزاكتلي. وانتوا بقى حليتوا اللغز ورايحين تجيبوا الكنز. شفتي؟ قال كنز زي ما انا بقول لك. انا مش فاهمه ايه موضوع الكنز ده. هي فلوس عادي حضرتك، فلوس ورث يعني. فلوس. معلش انا اسف، خديني على قد عقلي يعني، معلش اصل انا اوفر شويه. طيب انتوا رايحين تقتحموا ميناء بورسعيد، ليه مثلا ما خدتوش راي حد مهم؟ عم دهب مثلا. ايوه انا نسيت اقول لحضرتك، عم دهب كان شريك جدو ميكي، بس بندق قال لنا ما نقول. يعني هو المرسم بتاع جدك ده هنلاقي فيه الكنز؟ ما تبقاش اوفر يا سيف، كنز ايه؟ دي فلوس عادي. خلاص اول ما الراجل يطلع نمسكه ونكتفه ونقوم ضاربينه واخدين الفلوس. لا هناخد منه المفاتيح ونروح المرسم. اسكت بقى. اصل انا جاي عندي طاقه كده ومتحمس ان انا اكتف حد. طب خلينا نعرف ده البيت ولا لا. لو سمحت، ده بيت عم سنجاري؟ سنجاري ايه؟ ده بيت عم. بكلمك كتير ما بتردش عليا. وايه حكايه دقنك دي؟
في ايه مالك؟ مفيش حاجه، كنت محتاج اقعد لوحدي في البيت عشان بشتغل على مشروع التخرج بتاعي. انت عارف عايز اقعد عليه بروقان، حتى اللابتوب بتاع سيف مال بقك في ايه؟ انت بتكذب؟ انت خدت بالك؟ طبعا عينيك فضحتك. ازاي اصلا انا مش باصص لك؟ سيف في ايه مالك؟ احكي لي. حاسس اني مخنوق ومتكتف. ايه اللي مكتفك؟ ايه اللي مكتفك؟ انت اللي مكتفني يا شريف. بتخش عليا بتقول لي كلام قديم وانا بتجرجر، وانت عارفني انا على شعرايه. ماشي. ايه اللي انت لابسه ده يا شريف؟ لابس لي هيكون يا شريف وبدله بترولي. معلش خلاص انسى البدله وركز معايا دلوقتي. طيب ايه؟ في ايه اللي وجعك؟ احكي لي، انا صاحبك. مفيش حد في الدنيا يعرف مشاكلك غيري. قول لي ايه اللي وجعك؟ ايه اللي دايس على مشاعرك قوي كده؟ نيلي. كنت متاكد وقلت لك 100 مره احذر البنت دي، احذر البنت دي. انت هتستعبط؟ انت ما قلتليش حاجه، انت قلت لي امشي وراها، البنت دي جامده. طب ما هي جامده فعلا، ما تغيرش الموضوع. ايه المشكله؟ نيلي خانتني يا شريف. شت. خانتني، داست على مشاعري واحاسيسي عشان توصل لغرضها الدنيء. معلش. وبعدين بقول لك خانتني يا شريف. انت عارف البنت دي عملت ايه؟ دخلت على الكمبيوتر بتاعي وطلعت صور ياسمينة وفضحتنا، شيرتها للدنيا كلها. بنت مش طبيعيه يا ابني. انت عارف عملت ايه؟ ايه؟ ما بتردش عليا في التليفون. انا ما يتردش عليا في التليفون يا شريف، انا ما يتردش عليا. ما تظلمهاش. انت تعرف حاجه؟ انت في ايه؟ والدها. مال والدها؟ انت اعترف، اكيد في حاجه. بمر بظروف صعبه جدا. ايوه اعترف، انت بيمر بايه؟ قول يا شريف، قول، ما توغوشنيش يا اخي. بس بقول لك ايه، ما تيجي نشرب شاي ونبطل عبط بقى في الحته الضيقه دي، انا مش عارف اتكلم معاك. ما هو انت يا شريف بقى، انا بقول لك، انا بشوف البدله البترولي دي بحس ان انا حسين صدقي. ارجوك يا شريف، ارجوك خف عليا، ارحمني يا اخي. ماشي، تعالى نتكلم في المطبخ. عايز ايه؟ تشرب ايه؟ اي حاجه بريل لو في. يخرب بيت البريل اللي انت بتشربه بقى وتقعد بقى. حبيبي اخبارك ايه؟ وانا اسبوع يعني ما ردتش عليك. تعالى يا شريف. هو ايه يا اختي اللي احنا بنتفرج عليه ده؟ بنتي يا نيل، حولي هاتلنا القبضات، ده مسلسل تركي حلو قوي انا بحب اتفرج عليه. يلا. شوفي يا اختي البيت. نيلي من فضلك وطي التلفزيون. يا جماعه احنا في مصيبه، وعاوز اتكلم معاكم شويه عشان نشوف حل للمصيبه دي. الله، ايه؟ بقول لكم احنا في مصيبه، عاوزين نقعد مع بعض نشوف حل المصيبه دي. عرفنا ان في مصيبه، بس لازم نقعد دلوقتي يعني. اوكي. الحقيقه انا اسف اللي هقوله دلوقتي، بس انا مضطر. بصراحه المركب اللي غرقت سببت لي مشاكل كتير قوي، منها ان انا بقيت مديون بحوالي 100 مليون جنيه ويمكن اكتر. يا لهوي، 100 مليون جنيه؟ ما شاء الله، انتوا اغنياء قوي كده. كنا اغنياء قوي كده، انما دلوقتي اللي حصل، فانا مضطر ابيع حاجات كتير قوي، منها الفيلا اللي احنا عايشين فيها ديت، وهنضطر نقعد في الدوبلكس بتاعت زايد، واسعه وتسعه من الحبايب مليون. مستر عبد الله. ايوه. شقه زايد اول حاجه هتتباع. طيب احنا هنضطر نعيش في شقه الزمالك، لطيفه وبتطل على مستر عبد الله. ايوه. شقه الزمالك بح. اوكي. طب احنا هنعيش في شقه المنيره، برضو كويسه والناس هناك طيبين قوي. مستر عبد الله، شقه المنيره فنيخت. طب احنا هنعيش تحت كوبري الدقي، قريبين من وسط البلد، وظل برضه هناك عشان بس مستر منير يرتاح. هعيش فين؟ المشكله مش انك تعيش فين يا مستر عبد الله، المشكله انك بعد ما تبيع كل الاملاك اللي عندك برضه هيفضل عليك فلوس، ولو ما سددتهاش انا اسف هتتحبس. بعد الشر عليه، تف من بقك يا استاذ بطريق. لا يا سي عبد الله ما تخافش، ان شاء الله يا اخويا مفيش حبس ولا حاجه. خد كل سكتي اهي،
حتى شبكتي كمان خدها، اهي برضو تفك زنقه. ده العشم برضه يا صباح، خلي شبكتك معاكي. عمو انا كمان عندي دفتر توفير فيه قرشين كويسين ينفعوا، وفي برضو سلسله وحلقين. في ايه ماما؟ ما ينفعش. ايه ده؟ ما ينفعش. لو حضرتك يعني حابب تاخدهم يعني. شاكر يا بنت، شايلك العوزه. طيب لا مؤاخذه يا جماعه، يعني في حد معاه فكه 20؟ عشان ايه؟ اصل انا والله يا عم عبد الله معايا 20 جنيه بس هي والله، فيعني اكيد مش هتاخدها كلها، يعني خد 15 وانا 5، او اقول لك خد 10 وانا 10، عشان اكيد المواصلات برضو واحنا راجعين فهبقى محتاج فلوس. في اقتراح لطيف برضو. اتفضل. رجع ال 20 جنيه للمحفظه. لا ما يصحش يا عم عبد الله. رجعها. طيب ربنا يكرمك يا رب. مام انا كنت طمعان في مام بليز. الراجل بيكلمني. ماما توحشنا قوي. ايه ده؟ انتوا كلكم بتبصوا لي كده ليه؟ بابي ماي جولري نو واي. ايه الجونري ده يا سي عبد الله؟ الكلى. طب وبعدين يا سي عبده هتعمل ايه يا اخويا بعد ما الكل تخلى عنك؟ ولا يهمك يا صباح، انا كنت محضر خطه بديله. انا ههرب بكره الساعه 10 بالليل. هنزل انا ونيلي وشريهان وهاني من الفيلا. ناخد العربيه ونطلع على اسكندريه، بس لازم اكون هناك قبل الساعه 1 بالليل عشان الحق المركب اللي هتطلعني على قبرص. اتفضل. رخص يا ريس. او ماي جاد، ايه الزحمه دي؟ ده كمين. كمين؟ طب هنعمل ايه؟ بقول لك لفي وارجعي. احنا مش هينفع نفضل مستنيين في الطابور، هنتاخر على ميعاد المركب. طب بصوا، مثلوا انكم عيانين وانا هتصرف. مين دول اللي عيانين؟ هتودينا في داهيه. مثلي. ما بتعرفيش تمثلي؟ انا كنت شاطره قوي في التمثيل في المدرسه. هتعملي ايه؟ هتعملي ايه؟ تراست مي. مش هينفع مش هينفع. اسكت. بتعملي ايه؟ بتعملي ايه؟ بس اسكت. ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت بتعملي ايه يا استاذه؟ لو سمحت افتح اللجنه بسرعه، معايا حاله طارئه. حاله طارئه يعني ايه؟ معايا 2 متخلفين لازم يروحوا مستشفى المجانين دلوقتي. متخلفين؟ ما تقربش هيعضوك. يودوني يعني ايه؟ انت معاك بطاقه يالا؟ ايوه معايا بطاقه يا باشا، بس ارد على الولد بس واطلع لك البطاقه على طول. طب انزلوا لي بقى كلكم يلا. لو ما فتحتش اللجنه دلوقتي مش هيحصل لك كويس. يعني ايه مش هيحصل لي كويس؟ تعالى يا ابني نزل الناس دي كلها. لا بقول لك ايه، انت ما تزعقليش وتكلمني بالطريقه دي، انت ما تعرفش انا مين؟ هتكوني مين يعني؟ انا بقى هعرفك انا مين وبنت مين. بابي اتفضل، قول له مين حضرتك. خير يا حضرة الظابط، في حاجة؟ ثم انت ازاي تفتح عليا كده؟ مش يمكن قالع؟ بابي. صباح ازيك؟ ازيك يا سي عبده؟ وحشتيني. ازيك يا عمو؟ ممكن لو سمحتي اسلم على بابايا؟ نهار اسود على الغلاسه. هاي حبيبي، هاوز ات جوينج هير؟ كويس؟ ازيك؟ الحمد لله. اقعد يا اخويا. هقسمكم 10 دقايق تاخدوا راحتكم. اتفضل. شكرا يا فندم. عامل ايه في الحبس يا اخويا؟ تعبان قوي يا صباح، تعبان. بابي حاول تستفيد من الاكسبيرينس اللي انت فيها. ممكن تسلي وقتك بالقرايه مثلا، اكيد في مكتبه في السجن، او ممكن تلعب رياضه، تنس، باسكت، عشان تخس شويه. حبيبتي وانا محبوس في الصاله المغطاه؟ مفيش الحاجات دي هنا. ازاي يا بابي؟ انا بشوفهم في الافلام بره، بيكون عندهم حوش وفي ملعب والمساجين بتلعب فيه باسكت. بره المساجين بيلعبوا في الحوش، انما هنا بيلعبوا في المساجين في الحوش.
طب عمو جرب تعمل حاجة مختلفة، يعني اتعرف على ناس جديدة مثلا. انا بالفعل اتعرفت على اصدقاء لطاف قوي، الاخ باستيلا، سيد عضه، ابراهيم زباله، ناس جميله جدا، بس هم لو زي ما تقولوا اقمت صداقات مهونين عليا كتير. بقول لك ايه يا سعادته؟ قولي يا حبيبتي. انت في حد ضايقك؟ سوري، معنا؟ ضايقك يا سعادته، ضايقك. قول ما تتكسفش، ما انا اصلي اتحبست قبل كده. And you're proud. لا نو لا انا راجل يا صباح. حبيبتي انا بحطت ايدك تلاقيش. عمو تحب مثلا الزيارة الجاية ندخلك شريطين باركينول؟ لا بمعنى؟ اللي هي بلابيع يا عمو، الصراصير دي بتطير سنين السجن هوا، انت تضرب الفردة من دول تلاقي العمر بيجري معاك كده. شريهان، انت عارفه حبيبتي انا ما ضربتش كيمياء من امتى؟ من امتى؟ من زمن طويل جدا، ايام الكودافين ما كان ب 15 جنيه. خلاص. انا بس اللي حاسس في نفسي قوي ان اتحبس وافلس في نفس الوقت، ويا ترى هخرج من السجن ده ولا مش هخرج؟ ولو خرجت هعيش ازاي؟ مش لو كان ابوك الله يرحمه بقى ساب لكم القرشين اللي عملهم على قلبه قد كده، مش كان زمانهم دلوقتي فكوا ازمه بدل ثروته اللي مش عارفين مخبيها فين؟ المهم سيبوكم مني انا، انتوا عاملين ايه؟ عايشين ازاي؟ احنا الحمد لله كويسين، ما تشغلش بالك انت يا عم. اتكلمي عن نفسك انت يا حبيبتي. بابي احنا مش كويسين خالص، احنا ضايعين، انا بنهار. هيحجزوا على الفيلا بكره وانا اخدوا عربيتي ومعيش ولا مليم. ممكن بليز تديني 10-15 الف جنيه اتصرف بيهم بس ال3 ايام دول؟ انت بتقولي ايه؟ انا معيش 13 جنيه على بعض. انت لو تعرفي انا هربت دي منهم ازاي. طب خبي اخويا لحد يشوفها، خبي. خلاص يا عمو ما تقلقش، احنا كده كده هناخد نيلي تعيش معانا. اعيش معاكوا فين؟ انت اتجننتي؟ انت الطولي. جننت ايه؟ امال هتعيشي فين؟ انا كوين ان، مليون الف حد في العالم يتمنى ان انا اكلمه بس مش اعيش معاه. برضو احسن، روحي الكويت ان بتاعتك دي وعيشي فيها. لا حبيبتي، هي كوين ان، هتعيش فين بقى ده اللي هنعرفه بعدين. بابي ما تشرحش، دول ما بيفهموش، they will never understand، دول في الكنافة. هي بتشتمني يا سعادته؟ لا يا حبيبتي، في الكنافة احنا انت عارفة كعيلة بنحب الكنافة او بنعشق الكنافة. اتنين كرسي في اوتيل سكري، واحد ترابيزه خشب دورين. كرسي في اوتيل وسكري؟ مش مصدقه نفسي. يا انسه احنا ربطنا كل الشنط فوق الميكروباص، في حاجه تانية ولا نتحرك؟ لا I think مفيش، بس تقريبا انا ناسيه حاجه. ناسيه ايه تاني؟ هو احنا هنقعد طول اليوم نفك ونربط؟ انت بتتكلم كده ليه؟ هو انت بتعمل كده شفقة منك عليا يعني؟ ما انا هديلك فلوس. فلوس ايه؟ انا تعبت من الشيل والحط، ظهري اتقطم. وانا مالي؟ مش دي شغلتك؟ مش وانت صغير قلت عايز اشتغل كده؟ انا مالي؟ وبعدين ما تلخبطنيش بقى عشان مش فاكره انا ناسيه ايه. عاجبك كده؟ كنت هنسى بني ادم. سوري ماما ميمي. ودي هنربطها فوق الشبكه ولا هتركب معانا في العربيه؟ هي طبعا هتركب معانا العربيه، بس الكرسي اربطه فوق الشبكه. استنى. نعم. رايح فين؟ شيلني. ايه؟ شيلني يا انسه، انت عايزاها اشيلها؟ طب ما تشيلها، ما هي شغلتك، شيلها. بتضحك حضرتك؟ and you're so happy؟ كلنا هنترمي في الشارع بسببك. ليه؟ عشان حضرتك بتستظرف وتخبي فلوسك وسايب لنا مجلة. بجد ايه الشقاوة دي؟
ربنا يسامحك. انا مش مصدقه ان انا مش هنام في اوضتي تاني. خلي سنأخذ أجي لوحة سعيدة دي. كلا، لن نأخذها. سوف نتركه هنا لوحده لأنه يستاهل. وأنت نيان، إلى أين ستذهبين؟ سوف أقوم إلى بلدي. بلدك فلبين؟ كلا، شبين دقوم. شبينكم؟ فلتذهبي إلى الجحيم يا نيان. انتي رايحة فين يا نيل؟ ما تيجي معانا يا حبيبتي، بدل يعني حوجتك للغريب. ثانك يو، أنا هتصرف. خلاص براحتك، بس لما تروحي تقعدي في حته ابقي كلمينا طمنينا عليكي، وابقي ادينا العنوان برضو عشان نطل عليكي. ولا تطلوا ولا تل ولا حد يطل اصلا. انا مش عايزه اعرفكم تاني. انا بكرهكم وبقرف منكم. انتوا جيتوا خربتوها وقعدتوا على كمها تلها. whatever. دلوقتي اللي بيربط بيني وبينكم في السجن. بليز، مش عايزه اشوف وش حد تاني فيكم ever. ما انا قلت لك نفسي اضربها بالشبشب وانتي اللي مش عايزه. انا مش فايقالك. ها خلاص يا خالتي سيبيها. شكرا يا بنت عمي يا محترمه. هاي، مساء الخير يا فندم، تحت امرك. لو سمحت انا كنت عايزه حاجه صغيره اقعد فيها اسبوع. عندي يا فندم اوضه بتبص على البسين عامله 1000 جنيه في اليوم. انا مش عايزه اوضه اكيد، انا عايزه سويت ويكون في اوضتين وليفنج صغير. موجود يا فندم، عندي سويت بيبص على النيل عامل 8000 جنيه. اوكي كويس ده. تحت امرك يا فندم. حضرتك يا ترى هتدفعي فيزا ولا كاش؟ فيزا. طب استاذن حضرتك في الفيزا والبطايق. اوكي. اتفضل. لحظه واحده. اسف يا فندم، الفيزا دي مش شغاله. مش شغاله ازاي؟ جربها تاني. برضه مش شغاله. طب ثانيه واحده بس، هكلم البنك وارجع لك. تحت امرك يا فندم. اتفضلي يا فندم. ثانك يو. يور ويلكم. ايه الهبل ده؟ يعني ايه تحجزوا على كل الفلوس بتاعتي؟ بابي هو اللي غلطان وهو اللي في السجن، انا مالي؟ طب ممكن تديني كارد بسرعه؟ ضامن؟ اوكي، ضمان هدومي، شنطي، ساعتي. انا مش بكلمك على ساعه معفنه على فكره، بكلمك على رولكس. والله مش هينفع؟ اوكي، بس خليكوا فاكرينها. شفتي يا ماما ميمي؟ شفتي اللي بيحصل لنا؟ انا نيلي مكاوي امشي مش معايا في شنطتي غير 27 جنيه ونص، وكمان مفيش حته بيت فيها. تعالي يا ماما ميمي ناكل في الريستورانت. هناكل ازاي؟ احنا ما معناش فلوس. انا ما معيش فلوس اكل. طب هنروح فين دلوقتي؟ انا هكلم اصحابي اشوف حد نبات عنده. الو، هاي نادين، ازيك؟ نادين بصي، انا كان عندي مشكله وكنت عايزه اقعد عندك اسبوع او 2. مش هينفع ليه؟ بتغيروا الحمامات؟ لا طبعا اكيد مش هقعد في حته من غير حمام يعني. اوكي، ثانك يو نادين. هاي تارا. هاي يارا. هاي سارة. هاي كلارا. غرف 60 ده هي حيوانة. شفتي الكلاب يا ماما ميمي؟ شفتي بيعملوا فيا انا ايه؟